السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون. لقاء متجدد مع حضراتكم، هنتكلم فيه عن أخبار النادي الأهلي لحظة بلحظة بإذن الله. استعدادات الأهلي إيه لمواجهة فريق استاد أبيجان وموقفه في المجموعة؟ موقف بيرسي تاو إيه؟ موقف كهربا إيه؟ الهجمات اللي على إمام عاشور والحملة المثارة ضده بسبب موضوع البالونة والكلام ده ايه. هذه الامور، موضوع الصفقات وهو موضوع الساعه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، اخر الاخبار فيه ايه؟ ده حصيله هذا الفيديو، فتابع معايا في العشر دقائق دي عشان توصل لاخبار من داخل النادي الاهلي، وكلها باذن الله اخبار فيها مصداقيه، ما عندناش لا هبد ولا تخمين ولا حاجه، احنا بنعتمد على معلومات حقيقيه. بالنسبه لمباراه الاهلي واستاد ابيجان، طبعا حضراتكم عارفين ان ترتيب مجموعه الاهلي: اورلاندو 8 نقاط، الاهلي 7 نقاط، فريق الشباب بلوزداد 6 نقاط. فريق استاد ابيجان خرج خلاص كده، يعني حتى لو كسب الماتشين الجايين بتوعه هو اخره هيوصل ل7 نقاط، مش هيزودوه حاجه. بالنسبه لموقف الاهلي، فريق اورلاندو هيقابل اتحاد شباب بلوزداد في جنوب افريقيا. لو اورلاندو كسب يبقى وقع فريق شباب بلوزداد. لو تعادلوا ده هيصب برضه في مصلحة الاهلي. لو شباب بلوزداد كسب برضه هيصب في مصلحة الاهلي، هيبقى وصل ل9 نقاط، وقف اورلاندو عند 8. في الحالة دي الكرة في ملعب الأهلي، المفروض الأهلي يكسب استاد أبيجان بكرة بإذن الله، وبإذن الرحمن في استاد القاهرة لازم يكسب أورلاندو في آخر مباريات المجموعة دي. ما فيهاش جدال وما فيهاش فصال، عشان توصل تصعد أول مجموعة لازم تكسب الماتشين الجايين دول. حتى لو حصل تعادل في احد المباراتين الفرصه قائمه وكل حاجه، لكن هتفرق في الترتيب. طيب الفريق اخباره ايه؟ الفريق النهارده الساعه 3 اتم التدريب الاخير له، او المران الاخير على ملعب المباراه اللي هتقام بكره السبت ان شاء الله في تمام الساعه 3 عصرا باذن الله. التشكيل ايه؟ التشكيل لسه احنا لحد اللحظه ما نعرفش الشناوي ولا مصطفى شوبير اللي هيقفوا جون، يعني هيحرسوا المرمى. فالشناوي او مصطفى شوبير دي ما فيهاش خلاف. خط الظهر ما فيش قدامنا خيارات بعد الاصابات اللي حصلت في مباراه سموحه. كريم الدبيس شمال، ويمين هيبقى خالد عبد الفتاح او اكرم توفيق. وقلبي الدفاع ما فيش غير رامي ربيعه وياسر ابراهيم. في خط الوسط هيبقى قفشه ومروان عطيه، معاهم السوليه او اكرم توفيق. لو اكرم مش هيلعب باك يمين هيبقى هو الثالث بتاعهم، لو هيلعب باك يمين هيبقى الثالث بتاعهم عمرو السوليه وكوكا، واحد من الاثنين دول جنب قفشه وجنب مروان عطيه. على الاطراف، على الطرفين هيلعب شحات وامام عاشور، وطبعا راس الحربه ما فيش غيره وسام ابو علي. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله، وربنا ينصرنا ونكسب مباراه الغد، وتبقى عوضا عن الخساره الاخيره امام شباب بلوزداد. طيب موقف بيرسي تاو ايه؟ بيرسي تاو خلاص موضوعه انتهى تماما. بيرسي تاو انضم لنادي قطر القطري وخلاص الموضوع منتهي. الاهلي تحصل على 500 الف دولار من وراء انتقاله، لانه يعتبر باع باقي العقد اللي هو الشوية اللي هم ايه اللي فاتوا دول المتبقيين في عقده، اللي هم لحد مايو نهاية الموسم ده. بيرسي تاو بيجري الفحوصات الطبية هناك، وفريق قطر القطري هيقابل الدحيل. مش هيلعب بيرسي تاو المباراة دي، والمباراة الثانية امام النصر القطري ممكن يلعب امام النصر القطري. ده بالنسبة له. طيب بالنسبة لكهربا برضو خلاص موضوع منتهي. هو بس حصل حاجة كده يعني مفاجأة،
ان كان الاتحاد الليبي مخلص مع كهرباء والموضوع منتهي، فجأة بيوصلهم اخطار من الفيفا ان هم القيد موقوف بسبب قضيه رفعها مؤمن سليمان اللي كان بيدرب الزمالك قبل كده ولاعب الزمالك الاسبق. له حقوق ماليه عند الفرقه نادي الاتحاد، فاوقفوا القيد. لو الاتحاد الليبي سد القيمه وفك الحظر عنه، خلاص يبقى كهربا هينتقل للاتحاد الليبي. لكن لو ما قدرش يعمل ده، خلاص الصفقه دي كده يبقى توقفت، ويبدا كهربا خلال الايام الجايه يشوف يبت في عرض من 3 عروض قدامه، منهم الفريق السواحلي الليبي، وفي فريق خليجي. يعني ال3 فرق اللي قدامه هيبدا يشوف واحده من ال3 لو فريق الاتحاد ما قدرش ان هو يفك حظر القيد في الايام دي. طيب، بالنسبه لموضوع امام عاشور والحمله الشنعاء اللي بتدور حواليه، طبعا يعني احنا شفنا في ناس اتنقلت بيلعب في الزمالك ناصر ماهر، وبيلعب عبد الله السعيد، وبيلعب احمد حمدي. جماهير الاهلي نادي كبير، وجماهير الاهلي مش شاغلين بالهم بيهم خالص. لكن ما نعرفش يعني ليه الزمالك او اعلام الزملكاوي شاغل باله قوي بكهربا من يوم ما جه الاهلي وامام عاشور، وبيتلككوا له على اي حاجه. احنا قلنا ان كاليا بنت امام عاشور ده كان عيد ميلادها، وكان متفق مع اللعيبه يعني ساعدونا اجيب جون عشان احتفل بعيد ميلاد بنتي، وجهز البالونه وحطها في الشنكار او في داخل الشراب، يعني الجورب بتاعه، وطلعها وعدت. هو لما داس عليها هو يعني ايه بيفرقعها، يعني بيلعب بيفرقع البالونه وكده. ما كانش في دماغه ردات الفعل الغبيه اللي حصلت دي. وبعدين على راي واحد زي رضا عبد العال، مع ان رضا ده يعني مخه شويه يعني متركب شمال، لكن قال كلمه حق يعني. قال هو لو البالونه دي كانت لونها اصفر هنقول ان هو مثلا بيكيد الفريق الاسماعيلي، لو كان لونها اخضر هيبقى بيكيد فريق مثلا مصري او للفريق الاتحاد. يعني ده شغل تربص وشغل عيال بصراحه يعني. وبعدين يطلع خالد الغندور عمال يهاجم امام عاشور ويسخر ويقول له استمر. يا عم انت بالذات ما تتكلمش يا بندق، انت اول واحد واخر واحد سمعناه سب الدين في الملاعب على الهوا. انت فاكر وانت واقف على الخط جنب حامل الرايه ولابس قلع الشوز بتاع الكوره ولابس شبشب، عفوا اعزكم الله، واقف في الملعب وعمال يشوح بايده ويصرخ ويسب الدين للحكم؟ يعني انت اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس يعني بالطوب يا عم بندق. وبعدين انت شيكابالا والحركه اللي كان بيعملها بايده، الحركه القبيحه الخارجه دي، ويشاور على عفوا اعزكم الله على جزمته للعيبه الاهلي، والبلاوي اللي اتعملت دي كلها. ما شفناش يعني عروق الحميه نطت يعني في وقتها، ولا اتكلمت ولا حاجه زي كده. ايه واحد بيحتفل ببالون؟ ايه الهيافه دي؟ ما الناس يعني ما شاء الله على جماهير الاهلي على السوشيال ميديا جمعت عدد كبير من الصور لاحتفالات متكرره في الملاعب لاكتر من حد. وبعدين مرتضى منصور يخرج يسب ويشتم امام ويخوض في عرضه ويقول ان امه كانت بتشتغل فراشه في النادي. ايه الوقاحه وايه السفاله وايه قله الادب دي؟ ايه التخلف ده؟ والفيلسوف الافندي، ما اعرفش فيلسوف على ايه، اللي هو ايمن يونس، اللي عمال يكلمنا على القيم والمبادئ، وابراهيم عبد الجواد. المهم هي زوبعه فنجان وهتعدي. بس لو زودوها احنا مش هنسكت. اخيرا عشان الوقت، بالنسبه للفيديو الصفقات، الكابتن خطيب تدخل بنفسه وبينهي في الوقت الحالي صفقات محتاجه الفريق. انتظروا مفاجآت طيبه جدا جدا. الخطيب بيتحرك بنفسه بعيدا بقى عن اللجان والمط ووجع الدماغ اللي احنا عانينا منه في الفترات اللي فاتت، ومعاه هاني رمزي بيتحركوا لوحدهم. باذن الله خلال الساعات القادمه نسمع اخبار خير، وان شاء الله نطمنكم
وكل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا جزيلا.